أكلة شتوية صحية وحلبية، ما بصيب لها المخلل جنبها ولا الفجل، طاول مطيف مقطرة. بندم على كل لحظة ما كنت آكل هالأكلة وأنا صغيرة، لك حتى اسمها موسيقى، طنبورة. شوفوا معي شلون نعملها. الطنبورة فيها مكونين أساسيين. أول واحد هي اللوبيا، هي بتشبه حبة الفاصوليا البيضاء لكن بالنص في عليها رسمة سودا، متوفرة خاصة بأوروبا بكل محلات الأتراك. رح آخد كاسة واحدة من اللوبيا وبحطها بطنجرة وغمرها بالمي وبحطها على النار لحتى تستوي، ممكن نص ساعة 3/4 ساعة. المكون الثاني والأساسي بأكلة الطنبورة هو السلق. جاييني 3 باقات سلق بشهوا، لأني ببلجيكا ما عم لاقي كتير سلق. المهم غسلتهم منيح وقطعت أطرافهم البيض وتخلصت منهم، ما بحب ضيفهم لأكلة الطنبورة لأني بيسودوا. قطعت بقية السلق لقطعة كبيرة وحطيتهم كلهم بطنجرة لحتى أسلقهم. الطنجرة ما بتحتاج كتير مي، كل هالطنجرة ضفت لها تقريبا ربع لنص كوب مي وتركتهم على النار لحتى صار هيك لونه. طبعا بدي صفيه قبل ما اضيفه للأكل، يعني نفس طريقة سلق السبانخ تماما. أما اللوبيا تركتها على النار لحتى تستوي تماما. شلون بعرف استوت؟ بمسك الحبة وبفقسها بإيدي، إذا انهرست معناتها استوت، بصفيها وبتركها على طرف. مكوناتي الأساسية صارت جاهزة. رح جيب بقى الطنجرة وحط فيها هالمطعمات والمنكهات الطيبة لحتى تطلع معي أكلة الطنبورة نظامية. طنجرة على النار، شوية زيت، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الثوم، بحركهم شوي وبنزل فوقهم اللحمة وبضيف لها ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، وبس تستوي بنزل اللوبيا وبحركها شوي مع اللحمة. بعدين بنزل السلق، كمان 5 دقايق تحريك على النار وصارت الأكلة جاهزة. طبعا الطنبورة ممكن تتاكل سخنة وممكن تتاكل باردة، وأنا طبقتها بهذا الشكل وزينتها بشرايح الليمون، لأني عصرة الليمون على الطنبورة أساسية. رشة فلفل أحمر، عصرة ليمون، مثل ما اتفقنا. صار عندكم أطيب صحن طنبورة، وهي من أشهر الأكلات الحلبية. غمسوا بها الخبزة وشوفوا لي هالطعمة. وصحة وألف هنا.